السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخكم أسماء كوك. اليوم رايحين نديروا وصفة تاع شطيحة دجاج، ان شاء الله تنال اعجابكم. مباشرة مع الوصفة. في هذه الوصفة نسحقوا 2 بيغ دو كويس تاع الدجاج وطماطم حبة واحدة مبشورة، شوية تاع حمص، شوية زيت، شوية سمن، ملعقة كبيرة تاع طماطم علب، وحبة بصل مبشورة، والتوابل نسحقوا في التوابل رند، شوية ثوم، شوية فلفل حار قناوة، شوية كمون، شوية سكنجبير، وشوية قرفة، وشوية تاع كركم. مباشرة نمر مع الوصفة. نحط في إناء، نحط فيه شوية تاع سمن أو زبدة مع 4 ملاعق زيت مائدة، نضيف بصلة مبشورة، خلوها حتى تتغلى لينا. والآن بعد ما تغلى لينا البصل نرميو الحمص، كميشة تاع حمص تكون طايبة من قبل، مع حبة طماطم مبشورة، نحطو قطع الدجاج، بعد ما غسلناه بالخل نظفناه نحينا له القشرة نحطوه يتغلى. الآن بعد ما خلطناهم نضيف توابل كما قلنا، نعاودو قرفة، سكنجبير، كمون، شوية تاع البابريكا، شوية تاع الثوم والملح والرند بيان سور بعد ما غسلنا. والآن خلوها تتخلط مليح مع التوابل. نضيف شوية تاع الماء يكون مسخن مسبقا، حتى يتغطى لينا. نرجع لكم. والآن بعد ما طاب لينا ضفنا له طماطم علب مصبرة، نراح لي هنا المقطع، ها هي ملعقة كبيرة. نخلوه دوكا ربع ساعة ونشوفوه في صحن التقديم. والآن بعد ما كملنا تحصلنا على هذه النتيجة الرائعة لشطيحة دجاج، اللي ان شاء الله ديروها وتعتمدوها وتعجبكم وتقولوا لي في لي كومنتير. ما بقى لي الا نقولكم مع السلامة وصحة فطوركم.